أكد الملك محمد السادس لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساعيه لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة الحاصلة بالمنطقة. وأبرز من خلال رسالة شفوية أبلغها ناصر بوارطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لأمير الكويت دعمه لحوار يعيد العلاقات إلى طبيعتها بين دول الخليج بعيد عن أي توتر. واستقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء بقصر بيان بالكويت ناصر بوارطة مبعوث الملك المكلف بإبلاغ الرسالة الشفوية المذكورة. وكان بوارطة قد حل بالإمارات في إطار جولة وساطة لحل أزمة الخليج، حيث استقبل من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مساء أمس الاثنين بقصر البطين بأبو ظبي.